حلقة النهاردة هي الجزء الثاني من حلقة أسوأ أفلام مصرية. في حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن أفلام كانت من أسوأ الأفلام اللي اتعملت في تاريخ مصر عموما، وكنا عملنا جزء أول من الحلقة دي. لو أنت ما شفتوش يبقى ارجع اتفرج عليه، هتلاقي فيه برضو أفلام مختلفة عن اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. فعشان ما نطولش خلونا نبدأ الحلقة ونشوف إيه الأفلام اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. طيب مبدئيا كده، إيش طيابة نزل سنة 2004 من بطولة مصطفى كامل، جيهان فاضل، وصلاح عبد الله، ومحمد نجاتي. الفيلم الريت بتاعه على سينما كوم هو 1.8. بعد 1.8 دي أنت ممكن تقفل ونخش على الفيلم اللي بعده. الفيلم ده بتدور احداثه عن شاب بيحاول ان هو يدخل مجال الغنى، وكل الافراد اللي في الفيلم اصحابه او العيله بتاعته بتحاول ان هي تساعده ان هو ينجح في حاجه زي كده. فكره الفيلم في العموم هي فكره مش وحشه، وممكن يطلع منها افكار كتير جدا حلوه وبيتعمل كفيلم ينجح. ولكن مشكله الفيلم ده هو ان السيناريو بتاعه كان ضعيف جدا، الاخراج بتاعه كان ضعيف جدا، وكمان الابطال ما كانوش بيأدوا الدور بشكل جيد. لو جينا نبص للبطل الرئيسي وهو طبعا الاستاذ مصطفى كامل، وده راجل على دماغنا من فوق، واغانيه من احلى الاغاني اللي بتتعمل، وانا شخصيا على مستوى الغناء بحبه. لو جينا بصينا للتمثيل هو نفسه ما بيتهيأليش ان هو طلع في افلام تاني بعد كده، وده ان دل على شيء يدل على ان هو نفسه عارف ان هو ما نجحش في الفيلم اللي هو قدمه. الفيلم فعلا لو انت اتفرجت عليه هتلاقي الكوميديا بتاعته ضعيفه جدا. واحد من اكتر الافلام اللي انا حاولت وانا بتفرج عليه ان انا اضحك، وللاسف فشلت. الفيلم ما فيهوش اي حاجه بتضحك، رغم وجود حد زي صلاح عبد الله. الراجل ده بيضحكني بمجرد ما بشوفه اصلا، ولكن هو ما قدرش يعمل كده، رغم ان الدور بتاعه ما كانش صغير. هو كان دايما مع مصطفى كامل على الشاشه، في اي وقت بيظهر فيه مصطفى كامل او اغلب المشاهد كان صلاح عبد الله بيبقى موجود، ولكن خط اللاين الكوميدي بتاعه ما كانش بيضحك، والمواقف اللي كانت بتحصل كانت غريبه جدا ومش مضحكه. لو احنا كنا حاولنا ان احنا نعمل الفيلم ده بشكل درامي بس بعيدا عن الكوميديا كان ممكن ينجح، ولكن برضو الاداء التمثيلي لمصطفى كامل ما كانش اعلى حاجه في الفيلم ده، ولا حتى جيهان فاضل. الفيلم كانت قصته ينفع يطلع منها حاجه كويسه، ولكن للاسف الاخراج كان سيء، والسيناريو كان سيء، والمشاهد اتصورت بشكل سيء، الاحداث ترتيبها حتى برضو ما كانش حلو. بلس ان الفيلم كان فيه مشاهد دراميه محتاجه تمثيل قوي جدا، وللاسف الابطال بتوع الفيلم ما كانوش على القدر ده من قوه التمثيل. غير بقى احداث بتحصل في النص كده مش منطقيه، يعني مشاهد ما كانش المفروض ان البطل يبقى هنا، فبتلاقيه قدام اختيارين، ساب الاختيار ده وراح للاختيار الاتفه اللي هو البديهي بتاع الناس، ان انت في الحاله دي مش هتكون هنا، هتكون في اتجاه تاني. زي ان مثلا حبيبته بتعمل عمليه، فهو قرر في الميعاد ده ان هو هيطلع في حفله يغني، وده مش منطقي ابدا. حتى لو انت جيت بصيت لها على ارض الواقع، لو هو عنده حفله هيأجل ميعادها، هيلغيها. فالفيلم كانت فيه احداث كتير مش منطقيه ان هي تحصل، وكانت مبنيه على شكل درامي، وللاسف ما اتعملتش كدراما كويسه. فده للاسف واحد من الافلام اللي كانت لازم تكون موجوده معانا في قائمه النهارده. ومن هنا نروح لتاني فيلم هكلمك عنه النهارده، وهو فيلم نزل سنه 2003 بعنوان المشخصاتي. فيلم المشخصاتي هو فيلم من بطولة تامر عبد المنعم. تامر عبد المنعم مع كامل احترامي ليه هو راجل فوق دماغي، ولكن للاسف هو مش افضل حاجه في التمثيل. تامر عبد المنعم للاسف حتى ادواره اللي بياخدها كنجم تاني ما بتكونش افضل حاجه في التمثيل، فما بالك لما اجيب تامر عبد المنعم ونقرر ان احنا نعمل فيلم من بطولته. زائد ان الفيلم بالكامل مبني على فكره ان تامر بيحاول يقلد الشخصيات المعروفه زي السادات، زي محمد فؤاد، زي ناس كتير جدا معروفه. يعني الفيلم اصلا ملهوش قصه. لو احنا جينا بصينا لقصه الفيلم، هي بتقول ان هو شاب بيحاول ان هو يمثل، وعشان يمثل بيتنكر في شخصيه بنت، وبيروح على شركه الانتاج السينمائي ويحاول يقنعهم ان هو عايز يمثل. بس بعد كده فكره ان هو متنكر في شخصيه بنت بتتكشف، وبيحصل له مشاكل كتير جدا، ومع ذلك بيفضل في مواقف معينه يقلد شخصيات تانية زي السادات، زي محمد فؤاد، زي عادل امام، زي عمرو دياب، ناس كتير هو بيحاول يقلدهم. يعني فكره الفيلم اصلا مبنيه على اشخاص مشهورين ومعروفين ومش انت. لو احنا جينا بصينا على فكره الفيلم مش هتلاقي اصلا فكره للفيلم. الفيلم ملهوش فكره، هو شخص طالع في الفيلم بيقلد اشخاص معروفه، مفيش قصه للفيلم. حتى احداثه مفيش احداث. انت اوقات بنلاقي قطات غريبه كده وانت بتتفرج على الفيلم، بتقطع من على مشهد لمشهد تاني على طول. طب احنا وقعنا في النص، انا مش عارف ايه اللي حصل في مفيش، هو انت رحت على هناك على طول. يعني الفيلم كله محاولات ان انت تضحك وهو ما بيضحكش، مش بتحصل مره او اتنين فبنقول ان دي سقطات بسيطه في الفيلم، او كانت محاوله، او والله نكته دمها بايخ، مشهد كان دمه بايخ. لا، هو فيلم ما اتعملش فيلم. والدليل على كده ان انت لو رحت بصيت على تقييم الفيلم ده على سينما كوم هتلاقيه 3.7، يعني ضعيف جدا. فيلم من أسوأ فعليا الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما. بل اني افاجئك ان بعد كده اتعمل منه المشخصات 2. انا بقى عايز افهم على ايه احنا عملنا المشخصات 2 ده ليه؟ يعني هل يا جماعه حد اتفرج على فيلم المشخصاتي منكم وشاف ان المشخصاتي ده فيلم حلو وجميل وبتاع، احنا محتاجين نشوف منه جزء تاني؟ بتهيأليش صح كده؟ يعني حتى اللي ما شافش المشخصاتي فيلم وحش شاف انه مش محتاج منه جزء تاني. الجزء التاني ده بقى اتعمل ليه؟ الله اعلم. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عنه النهارده، وهو فيلم نزل سنه 2006 بعنوان الفرقه 16 اجرام. فيلم الفرقه 16 اجرام فيلم من بطوله ريكو، عصام كاريكا، اميره فتحي،
صلاح عبد الله ودنيا عبد العزيز ووحيد سيف. لو جيت تبص على الكاست بتاع الفيلم هتلاقي فيهم ناس كويسه جدا في التمثيل زي صلاح عبد الله او وحيد سيف، وناس كوميديانات قويه جدا وكانوا بيضحكوني جدا. ولكن لو جيت تبص للباقي، بطل الفيلم هو ريكو وعصام كاريكا. مع احترامي للشخصيتين دول، الناس دي في الغنى وفي الالحان وفي الكلمات وفي الحاجات دي كلها ناس قويه جدا ومعروف لهم حاجات مشهوره جدا، ولكن في التمثيل هم ما كانوش انجح حاجه. فيلم الفرقه 16 اجرام بيتكلم عن بنت ابوها بيموت ومدير اعماله بيستولى على ثورته بالكامل، ومن هنا بيقرر ابن عمها وصاحب ابن عمها ان هم يطاردوا الراجل ده عشان يرجعوا الثروه بتاعه البنت. وفي طريقهم هم بيعملوا كده بيقابلوا واحد هربان من مستشفى الامراض العقليه مؤسس عصابه، فبيقرروا ان هم ينضموا ليه. فانت تخيل ان قصه الفيلم مبنيه على ان واحد هربان من مستشفى الامراض العقليه بينضم ليه عصام كاريكا وريكو، وبيحاولوا يرجعوا ثروه بنت اتسرقت من مدير اعمال ابوها. دي لوحدها هي قصه الفيلم. لو انت جيت بقى تبص على ايه بقى اللي بيحصل بعد كده، القصه دي ملهاش اي 30 لازمه في الفيلم اصلا. احنا طول الفيلم بنعمل افيهات وبنعمل احداث وبنعمل كلام ملوش اي علاقه بالاحداث بتاعت الفيلم او بالقصه بتاعت الفيلم. مشاهد كوميديه 0 من 10، مشاهد كوميديه دمها تقيل جدا جدا جدا. للاسف حتى مشاهد الاكشن اللي اتعملت في الفيلم ده بشكل كوميدي، زي فكره الاكشن كوميدي عموما، لما اتعملت ما اتعملتش بشكلها الصحيح. انا اكتر حاجه يا جماعه بكرهها في الافلام الكوميديه هو انك تحاول تضحكني بايماءات او بحركات معينه. فكره ان انت تحاول تضحكني بطريقه كلام مش طريقتك، او ان انت تحاول تضحكني بردات فعل من الجسم نفسه مش طبيعيه. الحاجات دي انا بشوفها دمها تقيل جدا، وللاسف الفيلم مليان بيها في المشاهد بتاعت الاكشن. فكره ان هم بيجروا في حته ويروحوا واقعين، ويجروا في حته يروحوا ناطين من مكان يقعوا كلهم فوق بعض كل الحاجات دي حاجات محروقه جدا وما بتضحكش حد للاسف. فبالتالي ده كان واحد من اسوأ الافلام اللي اتعملت في تاريخ مصر. فانا بنصحك نصيحه اخويه، الافلام اللي احنا قلناها في القائمه النهارده ما تقررش ابدا ان انت تتفرج عليها. فبس عشان الحلقه دي بالتحديد انا بتعب فيها يا جماعه والله العظيم، وانا بصورها والموضوع بالنسبه لي بيبقى مجهد وانا بتكلم عن الافلام دي، فهنوقف لحد هنا. فما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، سيب لي رايك تحت في الكومنتات في لو انت شفت حاجه من الافلام دي، ولو شفت افلام تانية المفروض ان هي تتضاف معانا في القائمه سيبها لي برده تحت في الكومنتات، واشوفك الحلقه اللي جايه. سلام.